أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أو توتوريال أو دروس أتمتة بالعربي أو فلو بالعربي. خلينا نبتدي من الصفر أو من تحت الصفر. دلوقتي أنت ما عندكش NetN عندك على الجهاز، فNetN عندها كلاود بيديلك ترايل أسبوعين تجرب فيه. فأنت هتخش على netn.io، أوكي، وبعدين تعمل get started وتملى بياناتك هنا، وهيدي لك ايه اسبوعين ببلاش. اوكي، انا هكمل بقى على اللوكال بتاعي. خلينا نستارت نيو ورك فلو. تمام، هنبتدي من الصفر خالص يعني. فأول خطوة ده زي ما اتعلمنا في الدروس بتاعتنا، محتاجين تريجر. عندنا كذا نوع من التريجرز اتكلمنا عليهم كلهم. تمام، احنا هناخد أول واحد اللي هو المانيوال. المانيوال ده بنحتاجه دايما بس في التست يعني، في البرودكشن مش بنحتاجه خالص. اوكي، ده مفهوش اي settings. دبل كليك بيفتحه، وكليك اوت او تدوس هنا يرجع تاني. تمام، حاجة مهمة أوي لسه ما اتكلمناش عليها اللي هو النيمينج بتاع الحاجات. انت ممكن تكتب هنا، تغير الاسم start بس. هنا غير الاسم هنا. تمام، اتكلمنا على نودز تانية مثلا زي set نود. دي بتحط فيها ال variables. فاحنا هنا مثلا نقول name، ونضيف واحد كمان، خلينا اتنين بس دلوقتي. احنا اتكلمنا على ال is active، هنخليها boolean. boolean يعني true or false. لا true. عندنا كذا نوع، string يعني text، number يعني number، boolean true or false، array يعني لستة حاجات، object يعني object. هم بيسموه بالعربي كائن، بس هو object بيبقى جيسون object يعني. تمام، هنا بتعمل delete، وهنا ممكن الترتيب بتغيره. فلو عملنا execute للنود دهيت، ده الاوتبوت اللي هيطلع منه، ده اسمه جافا object. تمام، هنكمل. اتكلمنا برضه عن اف نود. الاف خلينا ايه نشوف as active. تمام، هنا هو boolean، هنقول له is true. تمام لو هو true هيروح هنا، لو هو false هيروح هنا. الخطوة الجاية هنزود الجوجل شيت، وهنختار append or update. اوكي، وهنا هنختار الاكونت بتاعنا. ده معناه ان هو هيكسكيوت الحاجات اللي قبليها، وهنا ممكن نشوف ايه الحاجات اللي هتعمل لها run. ادي start، ادي test data، وادي f. شفت هنا ميزة الواحد يسمي الحاجة كويس عشان يعرف هو جاي منين ورايح فين. هنا column to match on يعني ايه ال primary key بتاعك. احنا النيم بتاعنا، هنا النيم، وهنا is active. تمام، لو عملنا بقى run
هتلاقي ضاف الشريف. اوكي دلوقتي طيب الخطوة الجاية، طيب لو هو مش اكتف احنا هندور عليه في الشيت ونمسحه. الخطوة الجاية get rows، ادي الاكزامبل وادي الشيت بتاعنا. اوكي وخلينا نكسكيوت اللي فات الاول، خلينا ده نعمله فولس عشان الرجل دي تمشي. دلوقتي هنا عرفنا ان الرو نمبر 2. والشيت نعمل ديليت رو. اوكي هنا نختار الشيت وهنا هختار هنا الفايل وهنا الشيت ونختار انهي رو والرو نمبر كده معمولة مانيولي. فاحنا المفروض ناخد من هنا ونقول له هنديليت كام رو. اوكي فاحنا دلوقتي شريف موجود هنا. لما نعمل execute اتمسح.